محاضرات عن قانون الأسرة، والرفيقة أسراء بدأت يعني تقرأها، وإيش يخطر على بالكم سؤال بعد ما تخلص قراءة تسألونا نجاوب عنه. التغيرات اللي صارت بعد يعني سقوط الأسد والنظام الجديد اللي صار بسوريا، عن وضع المرأة شوي، عن حياتها، عن التغير اللي صار يعني بهالفترة. طبعا بهالفترة صار عندنا يعني انه المرأة يعني صار ضغوطات عليها زيادة من لبس الحجاب، تكون عمل، يعني تكون مرأة تكون ربة بيت ببيتها، يعني ما تطلع من البيت، ما تشارك حياة عملية او بهالاشياء. يعني حسينا ظروفها صارت صعبة، فاحنا بهالفترة هاي صرنا نعطي قانون الأسرة. طبعا قانون الأسرة قانون توعية، قانون نظام للأسرة وللمرأة بشكل عام. حملتنا بهالشهر هذا نعطيه يعني انه تطوير اصلا يعني للمرأة وللعائلة كاملة. عليها ضغوطات بهالايام هاي بعد طبعا سقوط النظام والنظام الجديد، وصار يعني صعوبات زيادة عن قبل طبعا. فيعني حابين شلون نحكي شوي انه المرأة يعني وحريتها، يكون يعني شغلها لازم شلون تتطور، لازم شلون يعني حياتها تكون الزوجية. اما يعني عندنا يعني هون بهالمنطقة هاي يعني حاليا لسه في تخلف، في تعدد زوجات، في زواج قاصرات، في من هالاشياء. فاحنا ضد هالفكره، ننشر فكره انه زواج القاصر، البنت تكون تتعلم دراسه، يكون عندها شهاده، يكون يعني تعرف شلون توعيتها، يعني تمارس عمل يكون كويس. طبعا بعد الدراسه انه لازم يعني هالشعب يوقف على البنات، يعني انه زواج بهالوقت هذا مو لازم يعني انه 15 سنه 17 سنه حتى لل20 تكون بنت قاصر. يعني هاي وين بدها يعني تقدر تعيش حياه زوجيه او تمارس الحياه، يعني انه بلا دراسه او بلا شيء. احنا نوقف على هالشيء هذا انه مشان الدراسه ومشان تطور المراه. بدهم يغطوا البنت يعني مثل كيس زباله يلبسوها، كيس اسود وتمشي بالشارع. يعني هاي مو يعني اي بنت بالعالم ما تقبل هالشيء، ما تقبل انه تلبس حجاب وحريتها وما في دراسه وتكون معبوده يعني عباده بالبيت او باي مكان. فالافضل انه لا، منطقتنا احسن، يعني منطقتنا احنا حابين انه نوصل توعيه للمراه انه مو كل شيء بالحجاب. يعني الانسان لما يكون متدين مو بس يكون بحجابه، يكون باخلاقه، يكون بثقافته، يكون بحريته، مو يكون بس حجاب ولابسه حجاب وخلاص. لا، هذا مو حل. يعني احنا حابين انه يكون هالشيء هذا يعني ما يصير. نحاول انه الابهات يعني يعني يشوفون بنتهم، يعطونها الحريه الكافيه، مو والله بحجاب ولازم تفوتين، يعني لازم تكونين ما تطلعين البيت. طيب هذا الانسان ايش يكون شعور هالبنت هذا؟ هو نحن بالحاله العاديه لما هون صارت عندنا قوانين رئيسيه لاي انسان، يعني مثلا يكون بنت تكون قاصرة أو تتجوز ياخذونها مشان ما يتحاسبون بهالشيء، لأنه إحنا عندنا قوانين، والقوانين هاي دفاعا عن المرأة. هم السبب الأساسي ياخذوا البنات مثلا يكون على طرطوس أو على الشام أو الشيء، لأنه ما بحساب، لأنه هم عندهم يعني هالشغلة بأي منطقة من المناطق السورية يعني يكون نظام عليها أو النظام الجديد، يعني ما عندهم محاسبة، وبالأحرى يعني حرية مرأة ما بي. فياخذون البنات من هون يجوزونهم أو شيء، يهربون من قوانيننا، لأنه نحن قوانيننا هون ندافع عن المرأة. يعني مثل هلا هالبنات اللي عم يروحوا من هون أهاليهم مثل عم ياخذوهم على هالمناطق اللي النظام الجديد، يا ترى كيف هالنظام راح يحميهم؟ يعني هالبنات اللي عم اهاليهم ياخذوهم هنيك يكونوا قصر او يكونوا صغار بالعمر او يكونوا شلون، يعني يا ترى بدنا نعرف شلون بدهم يحمونهم. يعني يا ترى هالحكومه هي شلون يعني بدها تحمي هالنساء هذول اذا هم يعني عم يغتصبوهم. هدفنا من قانون الأسرة، هدفنا أنه نوعي بالحالة العادية الأهالي، الأسرة كامل،
نوعي الرجال، نوعي النساء، نوعي البنات اللي تعرفي بسن المراهقة يكون عمرهم 15 سنة، يكون يعني حتى الختايرة يكونوا يديروا بالهم على بناتهم انه هاي قانون الأسرة قانون توعية، قانون منظم يعني لدار المرأة، يعني لا انه شلون كل الناس لازم تعرف قانون الأسرة، بيت بيت وطفل طفل وختيار ومرأة، والكل لازم يعرفوا أنه قوانين نظامية. الفترة الأخيرة يعني صرنا نعطي قانون الأسرة بأن احنا كل فترة نعطي هذا القانون توعية. صارت الرجال يعني تسأل، في منهم يعني يسألوا أكثر من النساء، يعني أحس شوية شوي يصير تطور لأنه صار رجال ونساء يعني صاروا يفهموا أكثر. يعني المرأة إذا في ناس أميات يعني ما تفهم أحيانا، الزلمة لما يكون يعني متواعي يفهم، يعني صار تفاهم يعني بين الاثنين، إنه قانون الأسرة صار شيء واضح عند العالم يعني، فصارت عندهم فكرة. يعني كل ما نعطي محاضرة نحس إنه يصير تطور شوي شوي. بالقديم يعني نعطي بس للمرأة أحيانا، بس هلا صار الزلمة متمسك بهالقوانين وبهالمحاضرة نعطيها، نحس يعني عم ناخذ نتيجة.